السلام عليكم. أيهما أخطر، الروافض الشيعة أم الحدادية الدواعش الخوارج الجدد؟ إخوتي وأحبابي، منذ يومين نشرت فيديو أصحاب الغلو هم أصحاب الغل على الذين آمنوا، فجاءني تعليق من أحد الأخوة يقول: مهما يكن لا يجوز ذكر المسلمين مع الروافض الصفويين الفرس المجوس الذين ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض، عليهم اللعنة إلى يوم الدين. فأحببت أن أري هذا الأخ خطورة الحدادية الخوارج الجدد. أولا، أوجه التشابه بين محمد بن شمس الدين وحسن نصر الله. الوجه الأول، كلاهما منافق وكذاب ويمارس سياسة التقية. الوجه الثاني، كلاهما قتل أهل السنة في سوريا. محمد بن شمس قتلهم حين كان في صفوف داعش في دير الزور، وقد قتلهم بحجة أنهم أشاعرة أو أنهم مرتدون أو أنهم مفحوصون من قبل أمريكا إلى آخره. أما حسن نصر الله فقتلهم دفاعا عن المقدسات الشيعية في سوريا. الوجه الثالث من أوجه التشابه أن كليهما يلبس ثوب التقى والورع والمشيخة والإسلام منه براء. الوجه الرابع، أن كليهما في قلبه فساد في السريرة وخبث وكبر ونجاسة، فحسن نصر الله كلب إيران لحراسة إسرائيل ولقتل وتهجير السنة في لبنان وسوريا. أما ابن شمس فهو من الخوارج كلاب أهل النار. الوجه الخامس، أن كليهما جعل الله في قلبه غلا للذين آمنوا من أهل السنة والجماعة عياذا بالله، نسأل الله السلامة. الوجه السادس، أن كليهما أعداء لأهل السنة، فحسن نصر الله يحاربها من الخارج، ومحمد شمس الدين هو والخليفي يحاربان السنة من الداخل ويحاولان تشويه صورة أئمتها الكبار. الوجه السابع، أن كليهما يعمل لجهة مشبوهة إرهابية، فحسن نصر الله يعمل لمصلحة نظام قم الإرهابي في إيران، ومحمد بن شمس الدين يعمل لمصلحة داعش الإرهابية التكفيرية ومن خلفها القاعدة. الوجه الثامن من أوجه التشابه، أن كليهما لم يهذب نفسه الأمارة بالسوء، ولكنه هذب لحية طويلة، وكلاهما عنده لحية طويلة ويلبس عمامة. والفرق أن محمد بن شمس لحيته سوداء وعمامته بيضاء، أما حسن نصر الله فلحيته بيضاء لكن عمامته سوداء. الآن إخوتي، بعد أن بينا أوجه التشابه بين ابن شمس وبين نصر الله، يمكننا أن نجيب عن السؤال التالي: أيهما أخطر على المسلمين، الحدادية الدواعش الخوارج الجدد متمثلين في محمد بن شمس السوري المقيم في ألمانيا وشيخه أبو جعفر الخليفي المقيم في الكويت، أم الروافض الشيعة؟ إخوتي وأحبابي، إن خطر الحدادية الخوارج الجدد الدواعش أكبر بكثير من خطر الشيعة، لأن الشيعة مكشوفون مفضوحون، وتحريفاتهم العقدية والدينية مفضوحة أيضا، وهم يحاربوننا من الخارج. أما الخوارج الجدد الحدادية الدواعش فهؤلاء يلتحفون ثوب السنة ويحاربوننا من الداخل، وهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. والحدادية يطعنون بأئمة الإسلام العظام كالإمام أبي حنيفة والإمام النووي والحافظ ابن حجر والإمام السيوطي وغيرهم كثير، ويخرجون كل المفسرين الأشاعرة من أهل السنة، ويتشددون في التكفير والتبديع والتفسيق، وينفرون من الدين. ففي النهاية هؤلاء كلهم أعداء الإسلام. وإذا كان الشيعة الروافض قتلون في سوريا، فكذلك الدواعش قتلون في سوريا أيضا ودمروا الثورة. فالخوارج محسوبون على السنة، وهم شوهوا الإسلام وطعنوا بأئمة السنة، وخلقوا الفتن الكبيرة بين أهل السنة أنفسهم، ولا سيما بين أتباع المذهب الحنفي المنتشر في أرجاء المعمورة
والذي يبدع هذا الرجل محمد بن شمس إمام مذهبهم ويجعله إلى الكفر أقرب، وبين أتباع المذهب الحنبلي. وقد ثبت إخوتي أن أحد تلاميذ محمد بن شمس كان يعمل جلسات للطعن وللعن الإمام أبي حنيفة، كما نشرنا في الفيديو الذي فيه فضيحة لابن شمس. عنوان الفيديو: همام عبد العالي يكشف المستور ويفضح بن شمس. في نهاية هذا الفيديو أشكر لكم إخوتي حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.